تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، الحقيقة الكاملة. في الجزء الأول حكينا على العالم الهولندي غوتنبرغ خوتي. في الجزء هذا راح نحكوا على ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف هي لبنانية تنبأ بصوالح وزعما يصراو خوت، علم الغيب عند ربي سبحانه. أنا كي راني نحكي هكذا مانيش نقول لك آمنها، لأنه إذا آمنت أنت فري ناقص إيمان، ودرك تفهموا كلش في الفيديو. مشكل ليلى عبد اللطيف يسموها ليلى يا لطيف، تحكي غير الصوالح العيانين خوتي، زلزلات، تسونامي، بركان، إعصار. جامي قالت عفسة مليحة، اصبروا. قالت لهم حاجة وحدة برك مليحة، قالت لهم تونس ترجع كيما دبي خوتي. وعندها الحق خوتي، تونس رجعت صحراء كيما دبي بسبب التصحر والجفاف. المهم خلونا من هاد صوالح. ليلى عبد اللطيف قالت لهم راح تضرب زلزلة في البحر الأبيض المتوسط وتكون قوية بسببها يصرى تسونامي، وهنا الناس بداو يبارطاجو. ليلى عبد اللطيف تسونامي زلزلة وش بيكم خوتي؟ هادي ليلى عبد اللطيف برك خوتي، إنسان عادي كيما انت كيما هما خوتي، ما راهي حاجة كبيرة ما والو. كل التنبؤات تاعها مش زعما تشوف المستقبل ولا عفسه هكذا خوتي. هذه ليلى عبد اللطيف يا خوتي عندها ايكيب، فريق يخدم معاها خوتي. هاد ليكيب شنو المهمة تاعهم؟ هاد ليكيب يقعدوا خوتي يعسوا في كامل المجالات، يشوفوا كاش خبر منا مليح، زعما يشوفوا واش قالوا العلماء العام الجاي، واش راح يكتشفوا الادوية جديدة، ويشوفوا تاني في السياسة واش صاري في السياسة، وشنو هي اهم الاحداث اللي راح تصرى في السياسة العام الجاي، ويدرسوا السوق تاع الدراهم خوتي، يعرفوا اذا الذهب راهو يطلع ولا راهو يهبط، ويقراو مليح مليح واش راهو صاري خوتي، وهكذا يخرجوا بابرز التوقعات العام الجاي ويجي تقراهم لك بالورقه خوتي. وبزاف توقعات تاعهم ما صراوش، ايوي، لانه في النهايه ربي سبحانه هو الواحد اللي يقدر يعرف الغيب خوتي، ويعرف واش راح يصرى لك انت، مش انسان عادي كيما انت خوتي. والعلماء شحال من خطره وما يحذروا من الزلازل اللي راهي تضرب في الصفيحه الاناضوليه خوتي، يعني ماشي حاجه جديده كي تجي تقول لي راح تضرب زلزله في هذيك البلاصه. ضربت في الترك، ضربت في سوريا، ضربت وحده في اليونان. هذه اي واحد لو كان يتبع مليح خوتي على باله بلي راح تضرب لتماك، بصح ما على بالش وقتاش خوتي، لان العلماء مازال ما لحقوش لهذاك المستوى وين يعرفوا بالضبط في اي نهار راح تضرب زلزله قويه. يعني ما تبداوش تخافوا وتتخلعوا وتقولوا تسونامي وراح نغرقوا، لازم ديما تشد في ربي وما تامنش هاد الصوالح. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش دير جيم وابوني.